إذا كان على الثانوية العامة إن هي بتدمر الواحد فهي فعلا بتدمر الواحد. وأهلا ومرحبا بيكي في فيديو جديد من الشباك كالعادة. المهم موضوعنا النهاردة عن طلاب الثانوية العامة اللي هم دلوقتي نقدر نقول طلاب الجامعات أو طلاب اللي لسه بيقدموا أو لسه بيحددوا أو لسه هيختاروا هيدخلوا ايه. هما كلمتين مش هطول، مش هلوك كتير زي باقي الناس في الموضوع ده، وانه عادي ولاقي طريق وما تلاقيش طريق وحاجات من دي. انا مش هتكلم في الموضوع ده لانه الموضوع اكبر من اني اتكلم او اواسي. في حاجة فيه انا لما بلاقي الموضوع اكبر من وسعتي واكبر من ده واكبر من ده، فبكتفي باني اقول الحقيقة واقول الواقع اللي ممكن يكون هو عارفه برضو، بس لازم نلقي الهايلايت على الحاجات اللي هي بتكون جوانا او بنقولها او احيانا بنقولها عشان نخفف عن نفسنا لما نلاقي خلاص ضغط. فهنبدأ بكم نقطة مهمين اتمنى ان كلكم تسمعوهم وتركزوا فيهم كويس جدا. اولا انتوا اجتهدتوا وانا عارفه، وانتوا كبار مش صغيرين، اوعوا تلوموا نفسكم وتقولوا احنا ما ذكرناش كفايه، احنا ما عملناش اللي علينا، وتلوموا نفسكم وتقعدوا بقى تجلدوا في نفسكم. الكلام ده غلط، لانه لو السنه اتعادت مليون مره كنت هتكون نفس الشخصيه، هتكون نفس الطالب. سيبك من ده كله، هتجيب نفس المجموع. في ناس بتقعد تذاكر من اول السنه لاخر السنه، بتيجي في الايام الامتحانات بتتعب، وطبيعي علشان ربنا كاتب لها تجيب مجموع قليل، علشان كده كاتب لها ان هي تمرض في فتره الامتحانات. هو ربنا عايز انك تجيب مجموع قليل، ودايما ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه مش اللي احنا عايزينه، وفي فرق. تمام. فانت ما تلومش نفسك انك ما ذاكرتش كفايه، كان لازم تذاكر 25 ساعه في 24 ساعه. ما فيش الكلام ده. انت لو عملت ايه كنت هتجيب نفس المجموع. عشان كده هون على نفسك، وهون على الضغط اللي هون على كل حاجه انت حاسس بيها. طبعا مهما تتكلم الألم كبير جدا، احساس بالخذلان، احساس بالكسر، احساس انه حلم ضاق. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ يعني في سؤال دايما معاكم، هو انا دلوقتي هعمل ايه؟ بص، هو في كل ألم في فرصة، وفي كل حاجة بتحصل وحشة في فرصة، في فرصة حتى لو كانت صغيرة بنسبة 1%، هي فرصة. يا تستغلها صح وتبدأ من جديد، يا هتكون إنسان معاك ثانوية عامة بس. وطبعا انت مش عايز يكون معاك ثانوية عامة بس، علشان كده لازم تكمل. كمل وانت بتتألم، ده الحل. اي نعم في ألم، اي نعم في كل حاجة، بس انت دلوقتي لازم خلاص. مش هقولك انسى لان مستحيل تنسى، انت معاك كده سنة سنتين تلاتة تروما مش هتتنسي، بس اتعلم ازاي تعيش مع اللي انت حصل لك، مع اللي حصل لك. بس فاللي هتعمله دلوقتي وانت بتقدم او انت بتجيلك اي حاجة لازم تدخلها، حاببها مش حاببها ادخلها، قدم. متعرفش، ممكن ربنا يكتب لك فرص حلوة، ممكن ربنا يكتب لك فرص شغل حلوة، تكتسب مهارات احلى مليون مرة من اللي كنت تكتسبها في الجامعة. دايما اعرف انه الشهادة ولا الجامعة مش الشهادة والجامعة مش بيحددوا قيمة حد. خليك عارف ده دايما، انه قيمتك مش بشهادة او بانك دخلت الكلية الفلانية، لا ابدا. قيمتك فعلا بانت ازاي هتجتهد وتتعب وتحاول تبدأ من جديد. طبعا مش دلوقتي، ممكن بعد سنة سنتين تلاتة تكون قدرت تتكون داخليا، قدرت تكون مسؤول، قدرت تبدأ في حاجة فعلا انت حاسس انك ناجح فيها وتقدر تدخل منها فلوس، تقدر تنجح بيها، تقدر. دي حاجة طبعا كويسة جدا. انا بقولك على الحاجات اللي ممكن انت تكون مش عارف توصلها دلوقتي بسبب نظرتك المحدودة ان خلاص الحلم ضاع فكل حاجة ضاعت. طبعا مش هقولك متزعلش وما تعيطش، لا، ازعل وعيط وفضفض، ده دليل على انك كنت شخص مجتهد، شخص بيتعب، شخص عنده همة. طبعا دي من حقك، ابسط حقوقك انك تتعب وتزعل وتعيط. طبعا طلع كل اللي جواك، علشان ده ألم كبير جدا على نفسيتك وعلى نفسك. فاتمنى انكم ما تيأسوش في حاجات كتيرة. انت لو قدمت على جامعة وليكن تربية رياضية، عادي، ايه يعني؟ ما تعرفش، ممكن بكره بعد تبقى صاحب جيم، ممكن بكره بعد تبقى مدرب، ممكن تدرس حاجات تانية بره الشهادات الجامعية، وده تدرس تغذية، تدرس. المهم هيكون في حاجة حلوة. ممكن من اي كلية تبدأ في مجال تاني بره مقارب ليها، تبقى عملت حاجة كده كبيرة، يعني شهادة من هنا وشهادة من هنا، فانت بقى عندك خبرة هنا وخبرة هنا، فتقرب الموضوعين من بعض فتشتغل على ده. يعني الشهادة الجامعية مش هي
السلاح، او هي الواو، او هي اللي خلاص قيمتك اتحددت قدام الناس انك انت دكتور، فانت خلاص ما انت ممكن تكون دكتور فاشل وتأذي الناس، فانت قيمتك كده ملهاش لازمه قدام نفسك اصلا. بعيدا، في ناس بتقول طب ما في ناس جابت، انت دلوقتي عشان لسه تفكيرك محدود في منطقه ان انا ما وصلتش. لكن الناس اللي جابت دي لما انت كل سنه بتشوف قد ايه بيسقط في كليه الطب، هل ده كان فرحان وهو داخل؟ فاللي عايزه اقوله، انت والله انا لما طلعت من الثانويه العامه كان اخر هم الناس هتقول ايه، لانه يعني اي حد كان بيسالني انت مالكش دعوه. ايوه انت مالكش دعوه، انت ايه اللي يحشرك؟ ايه خصك اصلا؟ ايه خصك انت يا اللي عندك مليون سنه؟ انت جاي تساليني؟ انت كنت ذكرت وانا فحت، انت جاي تساليني ليه؟ انت مالك؟ اخر حاجه كنت هفكر فيها انه مثلا ازعل لانه مثلا عمتي جات لي انت مجموعك كذا. انت مالكيش دعوه، ما يخصكيش. بالعكس، اصفر ان انا قويه جدا ان انتوا مالكمش دعوه. انتوا ما كنتوش معايا وانا بذاكر، انتوا ما كنتوش معايا وانا سهرانه من الساعه 2 لحد الساعه 7 الصبح، ما كنتوش معايا، ما كنتوش بتذاكرولي. لما كنت بواجه مشكله صعبه في المذاكره وكنت بقعد اعيط، ما كنتش بلاقي حد، فانتوا مالكمش دعوه. اندمجت معاكم، نسيت اوقف تصوير والاذان كان بيقوم الصلاه. ففي حاجة عايزة اقولها لكم، انه مالكمش دعوة بالناس، وقيمتكم متتحددش بالناس، ودايما خليك فخور بنفسك قدام الناس اللي عايزة تشوفك مكسور ومتضايق وبتدارى منهم ومكسور. على ايه؟ انتوا مين؟ يعني مثلا انا فشلت قدامكم، هتدخلوني النار؟ انا مش هتعملوا لي، هتضايقوني؟ مش هتضايق، كلامكم ما عادش يأثر فيا، لانه مستحيل حاجة تأثر فيا وتضايقني اكتر من ثانوية عامة. حتما خلاص فضل الموضوع. كنا بنزعل زمان لما كانت مشاعرنا لسه فريش كده وطالعين للسنة وطالعين للأحلام، فأي كلمة كانت بتأثر. أنا لأ، أنا زعلان، ده في حد قال لي أنت مش هتوصل. طب أنا بذاكر وبتعب، ليه ما يقولوش مثلا أنت اجتهد وأنت هتوصل؟ خلاص فضت، أنا ما وصلتش وأنت مالكش لازمة، وأنا ما اخدش منك نصيحة ومش هتضايق من كلامك، لأن أنت شخص مالكش لازمة، علشان كده بتقول كلام ملهوش لازمة. أنت لو شخص صح ايا كان هتدخلي هتقولي لا، ربنا يعينك ويساعدك، ربنا يوفقك. ده الناس الصح. اما الناس اللي بتقعد تقول ده كان بيقول، ده كان بيعيد، ده كان بينزل، ده كان بيعمل بوستات، ده كان مش عارفه بيقول انا الدكتور فلان، ها شفناه الدكتور فلان والدكتور مش فلان. ببساطه قولوا مالكش دعوه، قولوا مالكش دعوه بس. مالكش دعوه بكلام حد. ودايما خليك فاكر، هقولها للمرة المليون، قيمتك مش بالناس والمجموع القليل، او حتى لو سقطت ده مش حرام، وطالما مش حرام فعادي اتقبل. ودايما ما تاخدش نصيحة من حد ما تتمناش حياتك تكون شبه. انت من جوه فيك صفات هم مش شايفينهاش، ممكن تكون قوي، ممكن تكون بتحاول، ممكن تكون بتجتهد، هم مش شايفين ده، هم شايفين 55%. طيب انت تعرف ال55% دي وصلت لها بعد قد ايه من التعب والجهد؟ طبعا هم مش شايفين ده، هم شايفين الرقم. في ناس بتحكم من ارقام، والناس اللي بتحكم من ارقام ومن جامعات ومن ده، دي مش ناس حقيقية، دي ناس بتمها المظاهر بس. لكن مثلا لو اتحطيت انا في حاجة جنب الدراسة، مشروع، مهارة، ده هكتسبها، ممكن اشتغل بيها قبل في الجامعة ده ما يخلص، وهكون احسن، هكون احسن لنفسي، بدخل فلوس، جامعتي خفيفة بتساعدني ان اتعلم حاجات جنبيها. انت ما تعرفش ربنا بيحطك فين عشان تكتسب ايه. فدايما خلي بالك، انا ماليش دعوة بكلام حد، وكلام الناس ما يفرقش معايا. هزعل، هعيط، هجتهد، هقع، هقوم، دي حياتي وانا حرة فيها. اي حد يقول لك كلمة وحشة قول له مالكش دعوة، خليك في نفسك، خليك في حالك، بص لنفسك، خصوصا لو كان اقل منك وبيكلمك. وما تاخدش نصيحة من حد هو اصلا مش متعلم، بغض النظر كان قريبك او غريب، مش متعلم وما يعرفش حاجة وملوش خلفية. حتى لو متعلم وجاهل وما عندوش وعي برضه، خلاص احنا بقينا جيل فيه وعي اكتر. ان هو مش هزعل علشان مثلا انت حكمك عليه غلط او شايفني كده. انا مش هبذل مجهود، يعني انا مش هبذل مجهود علشان احسن صورتي قدامك او اثبت ان رأيي هو الصح ورأيك غلط فيا. لا عادي، انت عايز تشوفني كده شوفني كده. يا جماعة اجتهدوا وكملوا، ومالكمش دعوة بكلام حد، تمام؟ والحاجة اللي جاتلكوا ادخلوها، ودايما سامحوا نفسكوا وحبوا نفسكوا، ودايما اعرفوا ان انتوا مهما كانت الظروف هو ده مجموعكم، سواء اتعدلت او متعدلتش. ما تلوموش نفسكوا، اهلكوا، الظروف، اي حد، ما تلوموش حد، لانه دي سنة مكتوبة عند ربنا قبل ما تتولد، فخلاص اللي حصل حصل. وبتمنى يكون الفيديو خفيف لطيف وهو
عليكم، وبس اشتركوا في القناة وتابعوني انا آية. باي.